حكاية فيلمنا بتبدأ مع كوكب أراكس اللي فيه أغلى مادة موجودة في الإمبراطورية وهي التوابل، واللي بيسيطر على الكوكب ده الهراكنة لمدة 80 سنة. لكن جه الوقت بأمر من الإمبراطور إن هم يخرجوا من الكوكب ده، وفعلا هيبتدوا ينفذوا الأمر. الكوكب أراكس اللي فيه الفريمن اللي بيسكنوا الكوكب والديدان. التوابل دي أهم مادة موجودة في المجرة كلها وبيستخدموها في السفر، وأهل أراكس بيقدسوها جدا. هنيجي بعد كده مع بول اتريديس اللي عايشين في كوكب كالادن، ده موطن الاتريديس نفسهم. مامته بتدربه لانها من مجموعة بيني جيسل، بتدربه ازاي يقدر يدي اوامر عن طريق الفم واللي قدامه ينفذها. بعد كده يجي المبعوث الامبراطوري للاتريديس عشان يديهم الامر بتكليف الامبراطور ان هم يحكموا كوكب اراكس. وفعلا ده اللي حصل. الامبراطور بيحكم عائلات كتيرة جدا بتتصارع مع بعضها، منهم الهراكنة ومنهم الاتريديس. الامبراطور ادالهم الامر وطبعا وافقوا وما يقدروش يخالفوا امر الامبراطور، وقرروا ان هم يحكموا كوكب اراكس. هنيجي بعد كده مع دانكن، وده قائد الجيوش بالنسبة للاتريديس، واللي هو صديق بول جدا وراح في مهمة استطلاعية في الكوكب هناك. هنا بول بيحاول كمان يكمل التدريبات بتاعته، التدريبات العسكرية، عشان يقوي مهاراته. هنيجي بعد كده لموطن الهراكنة المعروفين ان البارون بيبقى القائد بتاعهم، ورابن هو قائد الجيوش. وازاي بيقول له ان هم هياخدوا مننا كل حاجة، الصحراء بتاعتنا والكوكب بتاعنا. هيجي بعد كده مع دكتور يويا، واللي ابتدى يقول لبول ان بيني جيسرت دول جماعة خطرة جدا وبيخدموا الصالح العام، لكن هم في السر بينفذوا اوامر الامبراطور، وان هم شركات بينهم وبين بعض وعبارة عن نساء كلهم، وطبعا والدته منهم. بعدها بيقرر الاتريديس ان هم يروحوا كوكب اراكس، وبيبتدوا كلهم انهم ينزلوا من المكوك في الكوكب الصحراوي اللي ما فيهوش اي نقطة مية. هنيجي بعد كده الامبراطور عمل رسالة سرية للهراكنة وطلب منهم ان هم يقضوا على الاتريديس ومحدش هيضرب كده، وكمان هيزودهم بمجموعة من الجيش بتاعته. بس هنا واحدة من بني جيسرت قالت له ما تجيش ناحية الملكة ولا ابنها، وطبعا وعدها البر ان هو هينفذ ده ومش هيأذيهم. وهنرجع للاتريديس اللي بيحكموا اراكس دلوقتي، لكن اكتشفوا ان الهراكنة سايبين الكوكب متدمر تماما، بحيث ان هما ما يقدروش يعملوا اي جمع للتوابل ويحرجوهم قدام الامبراطور. وبعد كده دانكن جاب معاه ستيلغر، وده قائد الفريمن اللي موجودين في اراكس، وابتدى يتكلم مع قائد الاتريديس وقال له انتوا بتيجوا هنا عشان تاخدوا المحصول بتاعنا وبتاخدوا التوابل ومش بتدفعوا لنا اي حاجة مقابلها، وهنا مفيش اي حاجة نقدر نعيش عليها غير في الصحراء. هيجي بعد كده للقاضي بتاع التغيير دكتور ليند، واللي كانت ماسكة التغيير ما بين الهراكنة والاتريديس، وابتدت تاخدهم عشان يشوفوا محاصيل التوابل في الصحراء. وصحراء أراكس اللي فيها ديدان متوحشة بتتحرك على أي ذبذبة بتحصل وتاكل كل اللي فيها. وبعد ما وصلوا المكان اللي فيه المحاصيل لقوا إن في مركبة تعطلت الإيد بتاعتها، وده سبب خطر كتير جدا لأن أحد الديدان كان بيجري عليهم بصوت عالي، طبعا بسبب صوتهم العالي ده اللي خلى الدوكليتو قائد الأتريديس قرر إن هو هيستغنى عن التوابل مقابل إن هو ينقذ العمال اللي كانت موجودة. ووزعهم 7 على كل مركبة، وفعلا خد ال7 اللي على المركبة بتاعته، شاف الديدان وهي بتبلع المحاصيل. وده اللي هيبتدي يقوله للدكتور بتاعة التغيير قاضي التغيير ان شوفي كل اللي شافوه هنا ما هو الا فشل عشان خاطر نقدر نفشل. هنيجي بعد كده للامبراطور، واللي بيجهز الجيش بتاعه، بيجهز جزء من جيشه هيدعم بيه الهراكنة عشان خاطر يقدروا يتغلبوا على الاتريديس، وده فعلا اللي هيبتدي يحصل. وهنلاقي ان فعلا الهجوم ابتدى على الاتريديس، لدرجة ان الدوك ليتو قام من النوم بتاعه مخصوص وشاف ان كل الحرس بتاعه مش موجود وان في هجوم بيحصل عليه. حاول ينادي على كل السكيورتي اللي موجود، محدش رد، وفعل نظام الحماية بتاعه، لكن للأسف كان الدرع متعطل والسهم قدر ان هو يوصل له ويدخله، وطلع اللي قتله دكتور يويا. هنلاقي ان بعد كده الجيش بتاع الاتريديس الفيالق نفسها بتاعة الجيش ابتدت تتحرك عشان تواجه الهجوم، لكن للأسف كان الهجوم شرس جدا عليهم من الهراكنة ومن جيش الامبراطور نفسه. هيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقاوموا، قدروا ان هم يهزموا الهراكنة، لكن الساردوكار ودول الفيالق الخاصة بالامبراطور قدرت انها تكسب جزء منهم واتحدوا مع الهراكنة. وهنلاقي ان دكتور يويا بيعتذر للدوك ليت وبيقول له انا اسف ان عملت كده عشان احرر زوجتي وانت الثمن، وانا اتفقت مع البارون، بس انا وعدك ان انا هحمي ابنك بول، وخد السنة دي
هبدلها مكان سنتك الامامية. لو قدرت انك تكسرها السم هينتشر في المكان. اختار الوقت المناسب عشان تقتل البارون. هنلاقي ان قائد الهراكنة بيقتل في كل الاتريديسيين، وبول وجيسيكا ابتدوا ان هم ياخدوهم بعيد وما قدروش ان هم يقتلوهم زي ما اتفقوا قبل كده، لكن خدوهم وعايزين يرموهم بعيد في الصحراء عشان الديدان تقدر انها تقضي عليهم ويبقى ما تدخلوش في قتلهم لو حد وجه لهم اتهام. وبعد كده بول هيحاول يستغل الموهبه بتاعته، قال له شيل الكمامه بتاعت جيسيكا، وابتدت تديهم اوامر ان هم يقتلوا بعض وكمان ان هم يحرروهم، وفعلا عملوا كده ونفذوا كلامها وقتلتهم، وهيبتدوا ان هم يهبطوا بالطائره لو نفسهم في وسط الصحراء. نرجع بعد كده للدوك ليتو طبعا اللي محبوس مع البارون، وطبعا البارون عامل احتفال وعامل اجتماع للقادة بتاعته. هيبتدي يدخل عليهم دكتور يويا الخاين، وهيبتدي هنا يقول له مولاي البارون انا دكتور يويا وانا اللي خنتهم وعطلت اجهزة الدروع بتاعتهم، ووعدتني ان انت تديني زوجتي مقابل ان انا اسلمك الدوك. البارون هيبتدي ان هو يتوجه ليه ويقول له انا وعدتك بكل ده وهوصلك ليها فعلا بسرعة، وهيقضي عليه. قتل دكتور يويا. هيبتدي بعدها يوجه كلامه للدوك ليتو بيقول له انت اخر واحد فقال الاتريديوس وانا هقتلك دلوقتي. دكتور ليتو قال حاجه غريبه ما سمعهاش البارون، هيشغل نظام الحمايه بتاعته عشان يسمعها تاني. دكتور ليتو داس على السن عشان السم يخرج منه ويقضي على كل اللي موجود في القاعه. بعدها هنلاقي ان جيسيكا عرفت الموضوع ده، وان ليتو مات، لكن قدروا يلحقوا البارون في اخر لحظه عشان قدر ان هو يستخبى من السم، ويبتدوا ان هم يعالجوه. هنيجي بعد كده لبول وجيسيكا اللي ابتدوا يشوفوا ان دكتور يويا مديهم نصايح كتير جدا ويقدروا يستخدموا البدلات بتاعت فريمن عشان هي بتقدر انها تعيد تدوير المياه، وساب لهم الخاتم بتاع ليتو. وهنلاقي ان ده كان بيحارب قادة التغيير وبيقول لها ديكي شفت اللي حصلت ولازم تقولي كده. قالت له الامبراطور اللي قال لي ان انا ما اقولش كده وامرني بالكتمان. هنرجع تاني لبول وجيسيكا اللي ابتدوا ان يشوفوا حركة بتحصل في الصحراء، فهيقرروا ان هم يخرجوا من المكان اللي موجودين فيه لو في فار موجود والديدان بتتحرك ناحيته، وفعلا ابتدت انها تبلعه. خرجوا من المكان اللي هم موجودين فيه عشان يلاقوا ان في طيارة بتهبط جنبهم، وعرفوا ان اللي فيها دانكن وجروا عليه، واللي حضنهم جدا وشكر مولاه الدوك اللي هو بول هيبقى الدوج بتاع الاتريديوس. ولقوا ان قادة التغيير موجودة كمان معاهم وبتحاول انها تساعدهم، وقالت لهم ان الهراكنة دمروا كل حاجة بمساعدة الامبراطور، والامبراطور طرف في الموضوع ده وانه انحاز للهراكنة. هنبتدي بعد كده نشوف ان هم ابتدوا يوصلوا لمخبأ سري قالت لهم عليه قادة التغيير، لكن طبعا الهراكنة قدروا ان هم يوصلوا لهم مع الجيش الامبراطوري، وابتدوا كمان ان هم يحاولوا ان هم يدخلوا ليهم. ده كان حس بالخطر وابتدى ان هو يواجه الهراكنة والجيش الامبراطوري لوحده، وقفل الباب على جيسيكا وعلى بول وضحى بحياته عشان خاطر ينقذه. وهيقرر ان هو يواجه كل الجنود بتاعة الامبراطور والجنود بتاعة الهراكنة لوحده، واللي ابتدى ان هم يصيبوه اصابة بالغة، وقام تاني وحاول يحاربهم لاخر نفس فيه لحد ما مات. وجيسيكا برضو عرفت الموضوع ده، وهيبتدي ان جيسيكا وبول بيفتروا عن قادة التغيير، وبتقول لهم ان في طيارة هنا موجودة، والطيارة دي هتشيل فردين بس وفيها البدلات بتاعة الترشيح بتاعة الصحراء عشان تعمل اعادة تدوير للمياه بتاعة العرق واي مياه تانية، عشان مفيش اي مصدر للمياه على كوكب اراكس. وهتبتدي قادة التغيير انها تواجه بعض جنود الهراكنة، وهتبتدي انها تعمل صوت جامد في الصحراء عشان الديدان تجيلها، وفعلا ده اللي هيحصل. والديدان هتحاول انها بسرعة توصل لهم لحد ما بلعتهم كلهم. وعلى الناحية التانية بول وجيسيكا بيهربوا بالطيارة، لكن في طيران بيجري وراهم، والسبيل الوحيد عشان يهربوا منها ان هم يدخلوا في العاصفة ويرتفعوا فيها. هنلاقي ان البارون هنا بيجيله تعليمات ان دخلوا العاصفة وان هم ماتوا، العاصفة دي محدش يقدر يخرج منها. هيبتدي البارون يدي تعليمات لرابن قائد الجيش، قال له عايزك تقضي على كل الفريمن اللي موجودين في الكوكب، يقتلهم كلهم. هنلاقي ان الطياره بتاعت بول وجيسيكا فعلا بيحصل فيها اضرار كتيره جدا وبتقع في الصحراء، لكن بعد ما عدت العاصفه وبيجروا على الصخور عشان يبعدوا عن الديدان عشان ما يعملوش اي صوت. هيبتدوا ان هم يلبسوا البدلات بتاعت الترشيح اللي هتسمح لهم ان هم يعيشوا في الصحراء، وهنا بول بيعلم جيسيكا ازاي تستعملها. بعد كده بيبتدوا الاتنين لازم يقرروا يوصلوا للفريمن عشان خاطر يقدروا يساعدوهم، وما ينفعش يمشوا زي البشر، لازم يمشوا على طريقة الفريمن بالطريقة الزجزاجية عشان خاطر الديدان ما تحسش بأصواتهم، لحد ما وصلوا ان كان في رمل طبلي بيعمل صوت. وهنا الديدان ابتدت تحدد مكانهم وهتحاول تهاجمهم، وبيجروا بأقصى سرعة عشان يوصلوا للصخور. وفي آخر لحظة
الديدان بتخرج من الارض، لكنها في نفس الوقت سمعت صوت تاني، صوت دقاه، فبعدت عنهم فجروا على الصخور. وهنا بول قال لجيسيكا ان احنا مش لوحدنا وفي حد موجود معانا، وفعلا ده اللي هيكتشفوه، ان في مجموعه من الفريم الموجوده معاهم ستيلغر قائد الفريم الموجود. وابتدوا يقول له ان انت شفتني قبل كده مع والدي في المجلس، وقالوا لهم احنا ما نقدرش نأذيك، انت لسان الغريب اللي احنا مستنيينه ينقذنا. هنا جيسيكا تقول لهم لازم تساعدونا. هيبتدوا ان هم يحاولوا يضربوهم، وستيلغر هجم على جيسيكا، لكن جيسيكا قويه جدا قدرت انها تسيطر عليه، وقالت له ان احنا لازم نروح معاكم. وقال لهم خلاص انتوا في حمايتي، وامر الجماعه كلهم ان محدش يقرب لهم ما عدا جيمس المقاتل اللي طالب ان يتحداها. قالوا له ما ينفعش انك تتحداها. فهنا هيخرج له بول ويقول له انا هتحداك بدل عنها. هنا بنت منهم قالت له جيمس مقاتل راع وهيموتك بسرعه، تحدي الموت لازم واحد فيهم يموت. بول ما يعرفش الكلام ده، وفعلا كسب اكتر من مره ووجه السكين بتاعه تحت رقبه جيمس، اللي ابتدوا يقولوا له يا بول انت لازم تقتله، مفيش استسلام. وطالب فعلا من جيمس انه يستسلم كذا مره، لكن جيمس طبعا ما بيستسلمش، لازم حد يموت. هنا بول بيسمع النداء الاخير ليه، وفعلا بيقتل جيمس وبيوجه له السكينه بتاعته في ظهره عشان تقول له مجموعه الفريمن انت خلاص بقيت واحد مننا واهلا بيك معانا. وجيسيكا ما زالت بتطلب المساعده ان هم يوصلوهم كوكب كلادن ليهم، لكن بول هيقول لها لا، احنا هنا ضيوف ولازم استقوى بيهم ولازم نروح معاهم لقريتهم. ودي تبقى نهاية الجزء الأول من سلسلة ديون لفرانك هربرت، وفي احتمال إن الجزء التاني هيكون عام 2023. وطبعا النهاية كانت مفتوحة عشان خاطر الأجزاء القادمة.